بابا اشتغل؟ ايوه اشتغل. اشتغل كوميسيونجي في شركه ادويه. اعمل نفسك بقى ما تعرفش. والله ما اعرف. طب امتى وازاي؟ تبقى ما انتش داري باللي بيحصل في بيتك يا محترم. يعني ما حسيتش انه بيخرج من البيت ويغيب طول النهار؟ حسيت طبعا، بس ما جاش في بالي ابدا انه اشتغل. وبصراحه بقى ما علقتش، لانه بخروجه بيقلل مشاكله مع بدريه. وعلشان تقلل مشاكله مع الست حرمك وتستريح انت. اتفضح انا؟ انا لغايه دلوقتي مش مصدق. انت بتتكلم جد يا ماجد؟ قاعد عند مدير شركه ادويه ببيع واشتري فيه زي ما انا عايز، وفجاه يخش 2 كوميسيونجيه، وفجاه بانهم مين؟ السيد والدك والست صفاء اللي جررها في ايده. هي دي سكه الموضوع، هي اللي شجعته. اسمع يا رأفت، بابا لازم يسيب الشغل ده، واذا اصر على رايه انا همنعه حتى لو اضطريت احجر عليه في المحكمه. ايه يا مجنون انت؟ حصلت نودي بابا محاكم؟ يسوى ايه منظري قدام الراجل لما يعرف ان اللي بيشتغل عنده كوميسيونجي يبقى ابويا؟ اسمع، لازم تكلمه، واذا كنت خايف تكلمه انا بقى هكلمه، ولازم يحدد موقفه الليله. بابا وصل. حياتك يا ماجد ما تقساش عليه في الكلام، وطي صوتك يا اخويا، بدريه بره تسمعك. ابعد عني يا رأفت. اهلا يا ماجد، اهلا يا حبيبي، اهلا. اسكت يا رافت، اما النهارده حصل فصل يموت من الضحك. انا داخل النهارده عند مدير شركه الادويه والاقي ماجد، لكن ايه، انبسطت قوي. الراجل المدير واقف محترم ماجد، فانبسطت قوي انه صاحب ابني. بابا ما تدخل تغير هدومك وبعدين نبقى نتكلم بعدين. طيب. يرضيك يا بابا تشتغل عند واحد انا بشغله؟ مفيش حاجه يا ابني اني اشتغل. لا فيها يا بابا، شغلك ده يضايقني ويحرجني ويقل قيمتي كمان. لا يا ابني، انا مرضاش ابدا اي حاجه تقل قيمتك او تحرجك. يا بابا احنا كل اللي عايزينه من حضرتك انك تقعد تستريح في البيت بس. قعدة البيت بزهق منها يا ناس. يا بابا بلاش تروح الشركه دي خالص، ثم بلاش اي وظيفه من اساسه. حاضر حاضر يا ماجد، بس بلاش العصبيه دي يا حبيبي، ما تبقاش عصبي كده. هو انا عمري رفضت لكم اي طلب؟ انا مستعد اعمل كل اللي يرضيكم. انا كنت عارفه ايه اللي هيحصل من ساعه ما دخلنا عند المدير ولقينا الدكتور ماجد في وشنا زي القضا. عيني عليك يا بابا، مكتوب عليك النكد كل ساعه والتانيه. الله يا اخوانا، انتوا هتجننوني. وماجد ماله بانه اشتغل ولا ما اشتغلش؟ حد منهم كان بيساعده في حاجه في مرضه؟ حد منهم كان مريحه ولا بالزياره الحلوه؟ يعني لا يرحمه ولا يسيبه رحمه ربنا تنزل. تلاقيه عمل له موشح، ازاي تشتغل في شركه ادويه انا بتعامل معاها وميت ازاي والف ما يصحش. ما هو بصراحه بقى عمي غلطان، المفروض ما يسمع لهمش ولا يعبروا، كفايه اول حد كده. اللي حصل بقى انه سمع لهم وعبرهم، بدليل انه بقاله يومين ما جاش الشغل. طبعا باينه زي الشمس. قدروا عليه ومنعوه، حبسوه في سجن ديدي هانم. دي قفلت التليفون في وشي زي ما عملت معاك يا عفاف. نفسي اعرف بابا عبده ماله، خايفه لا يكون عيان. تبقى كارثه يا صفاء لو جاي عند ديدي هانم. مصيبه يا محمود لو يجراله حاجه، مش هتسال فيه حتى بكوبايه ميه. ده حكالي عن معاملتها ليه، كلام يسم البدن، زي ما يكون بيشتغل عندها مش قاعد على خيره. ده كفايه دور العيا اللي خده، ده حقه يتشال على كفوف الراحه يا ناس، مش يتهان. طب بس بقى قفلوا لي على المندبه اللي انتوا عاملينها دي. انا بكره هروح لرأفت بيته، ولقيت عمي تعبان فعلا مش هتنقل الا هو قبل مني. واللي في وسعه حاجه من البهوات يبقى يتفضل يعملها. علمتني يا زمان ابكي وانا بطأ. اهلا يا ديدي يا حبيبتي. من يوم ما حرقت فستاني وانت بتكويه تعهدت حضرتك بانك مش هتعمل اي حاجه في البيت. بزهق من الفراغ يا بنتي. شوفي الشراب اللي انا لفيته ده هيعجبك قوي، خليتهولك بقى ايه جديد بورقته. لا وشوفي التاني كمان هيعجبك قوي. تعالي بصي شوفي ده، شوفي ده. يا عمي حد طلب منك تعمل الشرابات؟ لا انا شفتهم عاوزين رفي، قعدت ارفيهم ولقيت القمصان عاوزه زراير ركبتها. رأفت طلب مني اعملهم وانا اتاخرت؟ لا. ولما هو لا تعب نفسك فيهم ليه؟ يا بنتي انا شايفك تعبانه طول النهار في البيت، انا قلت اقعد اتسلى. بتتسلى ولا عايز تطلعني قدام ابنك مقصره في حاجته؟ انا مش هزعل منك يا ديدي، عشان انا برضو زي والدك ويهمني مصلحتك، بس خدي بالك من جوزك. اشتكالك؟
مش ضروري يشتكي لي، انا شايف وحاسس. انا راجل واعرف شعور الراجل لما تهمله مراته، هيبص لاي واحده بره مهما كانت مراته اجمل منها 1000 مره. عن اذنك هات دول. لا سيب القميص ده لما اركب زرايره. ما انتش مركب اي حاجه. سيبيه. انا بقول لك ايه ده؟ اشتباك في الايدي؟ ايه في ايه؟ ايه يا بابا؟ ايه دي؟ اديك شفت بعينيك ماسك فيا وبيتخانق معايا. الكلام ده حصل يا بابا؟ انت شايف انه ممكن يحصل يا ابني؟ امال ايه بس اللي حصل؟ حبيت اساعدها، زعلت مني. ما انا قلت لحضرتك بلاش تساعدها يا بابا، سيبها تتفلق. يا ابني بزهق حرام عليكم من قعده البلكونه. الفراغ وحش، الفراغ وحش يا ناس، ربنا ما يحكم عليكم بيه. حرام. انا نزلت اشتغل علشان اريحكم مني وما تحملوش همي وما زعلش ديدي. برضو النهار رجع تاني، حرام عليكم. طب يا بابا انا عندي فكره هتشغل بيها وقتك. يا ريت يا ابني، انا موافق اشتغل اي يا حاجه. بابا استنى لما اقول لك الفكره الاول يمكن ما تعجبكش. لا تعجبني، انا موافق اشتغل اي حاجه. كويسه قوي الفكره دي، قوم بيها. بس استنى يا بابا لما تشوف هتعمل ايه. انا عاوز اعمل اي حاجه، عايز ارتاح يا ناس، عايز اشتغل عشان ارتاح. هترتاح يا بابا هترتاح. انا عارف انك بتحب الشغل ومش عايز تقعد. لا عايز اقعد ولا اكل ولا اشرب، اشتغل وبس. الشغل كل شيء في حياتي. هدي نفسك يا بابا، هدي نفسك بس. حضرتك عارف ان انا عندي مكتب ترجمه، في واحد جوه المكتب بيترجم بصفه مستديمه غير اللي بيترجمه بالقطع. اول مره اعرف الحكايه دي. من بكره بابا هتشتغل معاه. اترجم؟ لا تترجم ايه، حضرتك هتراجع اللغه العربيه وحضرتك بقى جهبذ فيها. بس يا ريت يا بابا. يا ريت ايه؟ قول. يا ريت يعني ما تقولوش ان حضرتك تبقى والدي يعني. ليه؟ عشان ما يستغلش الفرصه ويوسطك عندي في حاجات سخيفه. بس عشان كده رفض؟ بس يا بابا هيكون ايه يعني؟ يظهر ان مفيش فايده من الكلام بعد كده. جرى ايه يا ابني انت هتطق من جنابك ليه؟ انا خلاص مش عايز اشتغل في المكتب ده بعد النهارده. 5 سنين وانا بترجم ليل نهار لحد ما نظري ضعف ولبست نظاره. ناس ظلمه مفتريه. لا 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 بلاش الكلام ده، حاسب على كلامك. وحضرتك بقى بتترجم هنا بقى ولا ايه؟ انا بشتغل مراجع. طبعا تلاقيه متفق معاك على الصفحه بالشيء الفلاني وانا اللي طلعت اهبل وعبيط. لا احنا لسه ما اتفقناش. ولا هيتفق، وان سكت هيفضل ساكت 10 سنين. انت عارف صفحه الترجمه بيندفع فيها في اي مكتب كام؟ 50 قرش. البيه بيديني 10 ساق في الصفحه. 5 سنين وهو بيديني 10 ساق ومش راضي يزودني ولا مليم. من 50 قرش ل10 ساق ده جبر. هو بقى بياخد فيها جنيه. لكن معلش ملحوقه. ان ما كنتش اعمل له فضيحه وفي وسط الجورنال زي اللي عملها له مدحت الاسبوع اللي فات ما بقاش انا مذكور. مدحت مين؟ ده واحد كان الاستاذ رأفت اتفق معاه ان هو يترجم كتاب وينزل اسمهم هما الاثنين سوا في السوق. ايوه. الاستاذ رأفت راح مطلع الكتاب وباسمه هو لوحده وبس. طب ومدحت عمل ايه؟ مدحت كان هيتجنن. راح للناشر اللي اصدر الكتاب وحاول يتفاهم معاه، يهديك يرضيك مفيش فايده. معقول الراجل هيصدقه هو اللي ملوش اسم في السوق ويكذب الاستاذ اللي ليه اسم معروف عندهم؟ طيب هو ما حاولش يتفاهم ليه مع رأفت؟ حاول. الاستاذ رأفت رفض، فراح مدحت رايح على الجورنال وفي وسط الجورنال وقف يشتم ويزعق ويهلل وكانت فضيحه بجلاجل وقدام الكل. فضيحه؟ اسمع يا ابني ارجوك علشان خاطر انا بلاش الفضايح دي وانا هكلمه لك. ريح نفسك يا عم. عبد الفضيل عمران. عارف يا استاذ عبد الفضيل، انا لو اتكلمت هتبقى دي بقى الطامه الكبرى. لان مدحت حكايته كلها ايه؟ مجرد كتاب والسلام. انا تحت ايدي اصول للكتب اجنبيه نشرها على انها من تاليفه. تحت ايدي اصول لمؤلفين ناشئين نشرها برضه باسمه، والناس والنقاد اتكلموا عنها وتقبل هو التهاني عليها.
وهي مش بتاعته؟ وهي مش بتاعته، بتاعت الغلابة اللي ملهمش اسم في السوق. لكن هنقول ايه؟ محتاجين يقبضوا في ايديهم منه ملاليم، وهو يلمها من السوق بالميات. صباح الخير. انا زوجي. انا مش جاي لك يا رافض، انا جاي بس عشان اشوف عنه. يعني ما دخلتش بيتك غير عشان اشوف الراجل الكبير. جيت اخده معايا يعيش ويرتاح في بيت بنته. وهو هنا في بيت حد غريب؟ ما هو بيت ابنه ومرتاح فيه 24 قيراط. اسمعها منه هو. حاضر يا محمود، وهو كذلك هتسمعها منه عشان ما تعتبش هنا تاني. بابا بابا لو سمحت عايزك في كلمتين. بابا وحضرتك تبقى ايه ابا ايه؟ ايه مالك انزعجت كده ليه؟ راجل مؤدب ومحترم وقدامه راجل كبير قد والده بيقول له يا بابا فيها ايه؟ مش مهم يا بابا، سيبك منه ده دلوقتي. المهم محمود بره. يا خبر، احنا مش متفقين ما يعرفش ان انا ابوك؟ يا بابا مش مهم دلوقتي. الظاهر صفاء راحت لمحمود وعفاف وقالت لهم ان دي تعباك وانك مش مستريح في بيتي. لسطى جاي بنفسه عشان ياخدك معاه، مصر يسمع منك اذا كنت مرتاح ولا لا. انت عايزني اقول له ايه يا رافض؟ تقول الحقيقه طبعا يا بابا، تقول انك مستريح 24 قيراط. اتفضل يا بابا اتفضل. اهلا يا ابو حنفي، اهلا يا حبيبي. اهلا يا عم. اهلا وحشني يا حبيبي. نهون عليك برضه، المده دي كلها تفوت وما نشوفكش. اهلا يا ابو حنفي، اقعد. ازيك يا حبيبي؟ وازاي يا عفاف؟ تعبانه من عتريس المسكينه. يا بابا البي جاي ومطلع اشاعه انك حضرتك تعبان في بيتي. اتفضل يا بابا رد عليه. ارد عليه ايه؟ اما يسال وبعدين اجاوب. اتفضل اسال يا استاذ. اتفضل اسال وانا اجاوب، انا حافظ صم. تجاوب على ايه يا عم؟ هو انا لا سمح الله جاي امتحنك؟ انا بس كنت جاي اطمن على حضرتك. اذا كنت حضرتك تعبان هنا فبيت عفاف اولى بيك، واهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا حبيبي. اقوم اعمل لك قهوه؟ لا يا عم انا مش هشرب حاجه. لا ما يصحش تيجي بيت ابن عمك وما تشربش قهوه، انا هعملها لك بايدي. يا عمي والله ما انا عايز اشرب حاجه، انا بس كنت جاي عشان اطمن على حضرتك. يا بابا طمنه وخلصني. حضرتك تعبان في بيتي يا بابا؟ لا انا مرتاح هنا خالص يا محمود ومبسوط والحمد لله. ما تجاملش حد على حساب نفسك يا عم. هي عافيه يا جدع انت. ما قالك مستريح، عايز ايه تاني؟ بدرية بنت طيبة وكويسة وحنينة عليا، وأنا مبسوط هنا ومرتاح خالص. يا عمي بيت عفاف أولى بيك. أنا مش هرد عليك بابا، رد أنت والنبي. بدرية ورأفت الحقيقة مريحيني جدا وبيتنافسوا عليا، وبدرية بالذات الحقيقة يعني مخلية بالها مني، لا بتفتح الشبابيك عليا وأنا نايم، ولا بيخش عليا البرد، ولا بتعلي الراديو وأنا نايم، ولا حاجة أبدا، وبتنظف البيت كتير قوي، وأنا مرتاح. محمود ماشي يا رأفت. عايز حاجة تانية يا حبيبي؟ ازاي تسيبه وتيجي يا محمود؟ ازاي تسيبه وتيجي؟ كسفني يا عفاف، حسيت انه دلق عليا جرد الميه ساعه وهو قاعد يمدح في الست بدريه والاستاذ رأفت شمتان فيا، هربت طبعا. طبعا زعلت من كلمتين وسبت اللي يتحرق يتحرق. انا ما اسمحلكيش يا عفاف انك تهاجميني بالشكل ده. الله ما تهدوا يا جماعه، انتوا هتعملوا زي العيال الصغيره. اهدي يا عفاف، النفاذه مش كويسه عشان الحمل. اقعدي اقعدي يا محمود. يا صفاء لو كان اصر انه يجيبه معاه كان جه. اصر يعني اعمل ايه؟ يعني اتخانق مع رأفت بالايد؟ ما تتكلمي يا صفاء. طب انا بقى بنفسي هروح اجيبه وياك رأفت يتدخل وهتشوفوا هيجي معايا ولا لا. ما انتش هتروحي يا عفاف، لاني عملت اللي انت ممكن تعمليه واكتر كمان. وبعدين انا ما اسمحش بقى ان مراتي تروح تتهزق من واحده زي الست بدريه. انا نازل ورشه، فهميها يا صفاء انها غلطت في حقي غلطه كبيره قوي، غلطه مش هنساها لها ابدا. اتجننتي يا عفاف، ازاي تتكلمي مع محمود بالشكل ده؟ انت مش عارفه ابوكي؟
طبعا مش عايز يغلط رأفت. فكري بعقل، لما يجي محمود لازم تعتذري له وتراضيه. محمود قلبه ابيض ومش هيزعل. انا كل اللي شاغلني بابا، هنسيبه في اللي هو فيه ده؟ جلسة قضيته بعد يومين، نفوتهم بالطول ولا بالعرض، وانا هقابله في الجلسة وسيبي الباقي عليا. يا سيد عبد الحميد احنا في محكمة، مفيش داعي تهزاني اكتر من كده. هزاك يا متر؟ حاشا لله. اللي قلته قدام القاضي ده يعتبر تهزيء ليا، جرح لكرامتي، تلويث لشرفي وشرف المهنة اللي يشرفني ان انتمي اليها. هو كوني شرحت قضيتي للقاضي ده في غلط؟ ده ما كانش شرح يا سيد عبد الحميد، دي كانت مرافعة. طب خلاص اعتبرها مرافعة. اعتبرها مرافعة؟ امال انت جايبني ليه؟ موكلني انا ليه؟ بصفتك محامي. والمحامي ده مهمته ايه؟ مش مهمته يترافع؟ يترافع مش يأجل. يا سيدي الفاضل انا كان لازم اطلب التأجيل. وتطلب التأجيل ليه يا متر؟ للاطلاع على المستندات. مستندات ايه يا متر؟ نفس القرار اللي احنا مقدمينه هم مقدمينه، يبقى احنا هنطلع على ايه وهم هيطلعوا على ايه؟ القرار ده مش مستند؟ ايوه ما هو نفس المستند يا متر، ما كانش له لازمه التأجيل ابدا ده. انت هتفهم شغلي احسن مني، ومحدش هيحس بمشكلتي اكتر مني. انا زهقت بقى يا متر، ثم انا ما عملتش حاجه غلط خالص. ما عملتش حاجه غلط؟ طريقه عرضك للموضوع كلها غلط. بديت مرافعتك بكلمه سيد القاضي؟ ابدا. ذكرت مره واحده في حديثك وحيث ان؟ ابدا. انهيت مرافعتك بكلمه وبناء عليه؟ ابدا. انا لا يهمني حيث ان ولا بناء عليه، انا كل اللي يهمني الناس تعرف مشكلتي. انا صاحب حق يا متر، وخايف حقي يضيع مني وانت واقف جنبي وانا بتفرج عليه. يعني عايز نعمل ايه؟ تقف جنب المظلوم تدافع عنه. ما انا مستعد اقف جنبه، بس بشرط ما يحطش رجله في المحكمه ولا يفتح بقه قدام القاضي الا في الحدود اللي يحددها القانون وانا وبس. خلاص حضرتك قول الحدود عشان ما نتخانقش مع بعض بعد كده. بقول لك ايه، بدل ما نتخانق ونتعصب على بعض، أيوة. ما تشوف لك محامي تاني وتريحني. يعني ايه بقى؟ يعني انا مستعد اتنازل عن القضيه واتعبها. ده ايه ده؟ 20 سنه في ساحات القضاء ما وردش عليا موكل غياظ بالشكل ده. اوف، ده ملل ايه ده؟ الله، اما دي حاجه غريبه جدا. هو انا عشان بتعاون معاه في المرافعه قدام القاضي يقوم يزعل مني؟ حاجه غريبه دي. صباح الخير يا بابا، ايه اخبار الجلسة؟ ايه مالك ما بتردش ليه؟ الله، ماله مبالي مع الصبح كده؟ رأفت من يوم ما اتجوز ديدي وهو ضعيف قدامها. انا اتفزعت لما صفاء حكت لي على عمايلهم مع بابا، واللي زاد وغطن وتقول انه كان ماشي في المحكمه مذهول، حتى تحيه صباح ما ردهاش عليها. زوبعة في فنجان زي كل مره، ولا ناوي مره تتصرف لله؟ وهو معقول حد يقدر يسكت على تصرفات بدريه دي مع بابا؟ طيب انا هروح لرأفت وهعمل معاه موقف مش هينساه طول العمر. اذا ما كانش بابا يعيش الحبه اللي فاضل له في العمر مستريح، يبقى احنا ولا حاجه. انا سعيده بالكلام اللي بسمعه منك ده يا عاطف. علشان خاطري وحياة عمرو ما تسيبه تاني عندهم، هاتوا معاك وانت جاي. ده بركه في البيت مش عارفين قيمتها. يا ناس انت معقوله توصينا عليه؟ ده بابا. بكره تشوفي وتسمعي جوزك هيعمل ايه مع العالم دي. الو؟ ايوه انا عاطف. اهلا اهلا يا دكتور يحيى. نعم بكره السفر الليله؟ لا انا جاهز، التقرير جاهز، ده يا دوب على التبييض. لا اصل انا لا خلاص حاضر حاجه معاك. هفوت عليك الساعه 7. مع السلامه. لا ارجوك يا عاطف اوعى تقولي اللي متوقعاه. وانا في ايدي ايه بس يا ناس اعمله؟ ده اجتماع عاجل لمجلس اداره الشركه في اسكندريه ولازم احضره. بحاول افتكر مره وعدت تعمل خدمه لابوك ونفذتها، الا كله بالامان الطيبه والدعوات. اماني ايه بس ودعوات ايه؟ وانا معقول هسكت؟ اول ما ارجع من اسكندريه هتشوف انا هعمل ايه مع رأفت ومراته. والله
وهي دنيا ودايرة بابا عبده، وهي عيشة وأيام بيعدوا. وساعات الدنيا بتهده وساعات بتبوسه على خده. بابا عبده بابا عبده بابا عبده بابا عبده. دنيا ولا صندوق الدنيا، فيها ناس ألماس ناس ألمونيا، ومثل عليا ومثل دنيا، وناس ياخدوا وناس يدوا ما ياخدوا. بابا عبده بابا عبده بابا عبده